موقع النهار التونسي. البيجي كنا نعملوا نمشوا منزل عبد الرحمن وشنو نعملوا هكا اللوح نطلعوه بالسيف تاع واحد بشكل عنده في الدار يطلع حافظ شد ثقة حافظ كان تسيبوه تو يعمل فوتوشوب ينحي تصوير بوه يحط وجهه هو وبعد يطبع ديزافيش ويبعثهم في تونس كاملة هو حافظ كان تسيبه تو ينجم يجي مثلا فما مجلس الامن رئيسه رئيس الجمهوريه فهمت ينجم حافظ يجي لابس كسوه يقول لهم سامحني هاو السيرتيفيكا ميديكال الوالد ما نجمش وعطاني توكيل تفضل تو حافظ ابوه فهمت انكرويابل هو ما عندوش عيشه في حياته كان في هذاك اللي يعمل هذاك اللي هو انت حافظ قاعده هنا باش تفهم حاجه انا لا داخل في نداء ل 47 فهمت داخل في نداء ل 47 جاي حافظ لهنا طالبني باش نعمل لك الحمله باش تدخلنا في محسن في المصلحه مصلحه تصليح قلت له تو لازم نعملوا حزب معناتها يكون ديمقراطيك والعباد وكل شيء قال لي شنو قال لي هذه انا عرفني شكوني هنا موجود هنا قال لي انا اسمي قايد السبسي الحزب هذا تاع قايد السبسي انا الزعيم هكا مش توا انا نحكي لك حكايه عندها عام ونص ولا عامين حق شيء كيف بلاش اسمي نحي اسمي تو الحزب ما يمشي ما عادش فما تونس تنحى اسمي انا بابا من على البلاد تونس نتاعي لازم نرعى انتم واحد عليش نتاعنا قلت له انا برانيك هكا قال لي طيب برانيك قال زعيم قلت له سامحني انا خدمت بوك وما كلمنيش هكا ليش تخليني مكتوبه بهذول هنا زيد طلعت بوك وبعد ما نشوفش خريج من عنده بوك تو باش نزيد نطلعك انت في سبيك خماس تاع برمكم انا قاعد بعد الكلام هذايا وقاعد هكا هنا الخماس باش يموت يلقى قاعد بحذايا اسامه قال لي ما كان هكا ولا تحت الدزوار قلت انت برا نايت لا تحت الدزوار قاعد مش حتى هنا ثم شركه بقلاوه كلاه بعد عمل لك عاد رجع عمره في بينور فهمت قال لا ما يلزمنيش نخرج حاجتي بيه هذا زعما يصير هكا معناتها في مخه افتكرك اللي عرفتهم كي هكاك لا ما يلزمنيش نخرج حاجتي بيه هذا اما انا تنبعت صباعي اي خليني توا نرجع باش نبعت فهمت عاد هو مكتوبه في مخه تراك الحمصه تعمل هكا